تعرف يا ست نادرة، أنا لو جابولي قصور الدنيا دي كلها ما تسويش عندي حاجة جنب المغارة وانت فيها. اتعلمت تقول الكلام ده فين يا شداد؟ الكلام ده ما بيحتاجش أعلام، بيطلع من القلب، من الحب. الحب اللي بيغير كل حاجة في الإنسان، بيحنن قلبه القاسي. حتى ملامح الوش بيغيرها. كمان شاعر؟ لسه شفتي حاجة؟ المهم دلوقتي عايزة أعرف، عرفت منين ميعاد شهر العقاري؟ أقول لك، لما عرفت إنهم خطفوكي قلت المكان الوحيد اللي هياخدوك ليه هو الشهر العقاري عشان تتنازلي عن الأرض. فبعت رزق شاب أقدم واحد من اللي بيشتغلوا في الشهر العقاري، عم عبد الله الساعي، قديم ويعرف الناس كلها بالاسم. واتفق معاه إنه لو شاف عبد الجبار أو أي حد من ولاده جه ناحية الشهر العقاري يبلغنا على طول. بعدين قلت لنفسي طب افرض بلغونا، هلحق انزل من الجبل؟ قعدت ادور والف لغايه ما لقيت شقه في عماره قدام الشهر العقاري، اجرتها 6 شهور. نفضلوا قاعدين جوا الشقه من الفجر لغايه ما الشهر العقاري يقفل، وبعدها نطلعوا على الجبل. هشوف خوي ميتة. بعد ما تتنازلي عن الأرض روحوا المستشفى وتشوفيه. وفي يوم واحنا قاعدين لقيت رزق جاي بيصرخ الحق يا شداد، عبد الجبار وولاده تحت. قمت مفزوع انا ورجالتي. مش عارفة أقول لك يا شداد، ربنا يقدرني على رد جمايلك. ما تقوليش كده يا نادر، انت اللي جمالك مغرقاني من ساسل راسي. فانك رجعتيني انسان عنده قلب بيحس. أنت طيب قوي يا شداد. بس مش مع كل الناس. جايز كنت طيب زمان، بس الحتة الطيبة اللي في قلبي ماتت.